حتى مع اخواته. يعني مثلا مرة يا ست كبيرة بتتصل بي، يا شيخ. ايوه يا ماما، انا عندي اخويا ليا عنده ميراث ومش عايز يديني ميراثي. اقول له يا حبيبي يا اخويا يا ابن امي وابويا، انا في احتياج للميراث. يقول لها لا يا اخويا يا حبيبي، انا عندي زوجي طيب يعني مريض ومحتاجين شويه اشعه، والله على ما اقول شهيد. يقول لها لا، ما عندناش بنات بتاخد ميراث، ما في بعض القرى كده والناس من بعض الحتت لا، البنت ما تورث. ليه؟ يقول لك تاخد ورثها وتدي لزوجها. يا عم انت مالك؟ هو مين اللي قسم ووزع الميراث؟ الله. ايات المواريث ملهاش اجتهاد علماء، ايات كده نازله واضحه وصريحه في القرآن، اللي وزع الميراث هو الله. يبقى لما البنت يبقى لها ميراث حقها شرعي، مالكش دعوه بقى لزوجها لابنها لبنتها، هي حره في مالها، مش مالها، مش ورثها، حقها. يمكن رزق زوجها جاي عن طريقها، كمالك. الشاهد، طب يا ستي ايه المطلوب؟ طبعا كل شويه تتصل على اخوها، انا في احتياج لفلوس، هي بتستشيرني تعمل ايه. قلت لها خلاص كلمي حد كده من الاقارب الاول، الناس الطيبين كده من الاقارب المقربين جدا، عشان ما يحصلش فيه حساسيه، ويكلموا اخوك. قالت لي والله حصل. كلمت حد كده من اعمامي وقعد معاه بالراحه، قال لهم لا مفيش ميراث، البنات عندنا ما فيش حاجه اسمها ورث. عايزه تاخد كل شهر مرتب من اللي طالع من الورث ماشي، لكن تاخد حقها لا. طب اشتريه؟ لا مفيش الكلام ده. الشاه، طب يا ستي شوفي بقى كده شيخ تقي معروف كده في المسجد ولا من الشيوخ المحترمه، ياخد كام واحد من اهل الفضل ويروحوا يكلموه. قالت لي والله حصل. قلت لها خلاص مفيش قدامي غير حل واحد، القضاء. ترفعي قضيه. اول لما قلت ترفعها قضيه، لا اخويا لا، اوقف اخويا في المحكمه وولادي يشوفوني كده وانا موقفه خالهم. شفت الجمال؟ مع انه واكل ورثها، بس في قلوب جميله كده ملهاش في الانتقام، مع ان ده حقها الشرعي. يعني انا لو رفعت قضيه، انت بتطالبي ان القضاء يفصل، القاضي بيفصل في قضيتك، انت ما بتظلمهوش ولا بتجوري على اخوك. قالت لي لا، مش عايزه القلوب تشيل، ما توحد يا الجليل. في ناس كده جميله مع ان لها حق وعندها ورث ما شاء الله يعيشها سعيد، لكن شفت قضيتها انا مش عايز اخسر اخويا، مش عايز القلوب تشيل من بعضيها. اخويا لو عملت كده انا عارفه مش هيكلمني تاني. وعايشه وراضيه. طب انت زعلانه من اخوك؟ لا. يعني قالت لي والله بس مفيش اي حاجه، بس انا نفسي اخد ورث عشان يساعدني في الحياه، عندي شويه متطلبات وزوجي تعبان محتاج شويه تخيل، في قلوب كده نقيه، الذي لا حسد فيه ولا غل.